اسمع يا ابن ابني، عمرك سمعت عن اللابوبو؟ في ناس تقول لك مدبوس بالجن، انما الحقيقه مش كده خالص. القصه بدات من فنان اسمه كاسينج لونج في سنه 2015. عمل شخصيه كرتونيه غريبه شويه، سماها الجميل القبيح. لحد هنا الموضوع عادي يعدي. المفاجاه بقى في 2019 واحد اسمه وانغ نينغ صاحب متجر اسمه بوب مارك قال طب ما ناخد الشخصيه دي ونعمل بيها بيزنس. بس عمل حركه ذكيه جدا، نزل الدميه دي جوه بوكس غامض، تشتري وانت مش عارف شكل الدميه عامل ازاي جواها. الناس ولعت اوقات، المؤثرين بداوا يفتحوا البوكسات دي قدام الكاميرات، والفضول خلى الملايين يقلدوهم، والموضوع انتشر اكبر اول ما مشاهير زي ريحانه علقوا اللابوبو في الشنطه بتاعتهم. بقت الطوابير قدام فروع بوب مارت تبدا من الفجر، والدنيا خناقات عشان كل واحد عايز البوكس الغامض. الخلاصه يا ابن ابني مش موضوع دميه ولا جن، الموضوع فكره في التسويق والتشويق والغموض، هما اللي خلوا اللابوبو يلف العالم كله. وافتكر مش اوقات المنتج هو اللي بيبيع، ساعات بتبقى الطريقه اللي بتعرضه بيها. وما تفرطنيش يا واد، وتابعني لو عايز تكسب.